السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة اكل حلو قوي وسهلة، ومش هنقف في المطبخ كتير. هنعمل مع بعض كشري، اكلة شعبية الشعب المصري كله بيحبها. هنا حطينا في بولة بصل متقطع جوليان او جوانح زي ما تحبوا تقطعوه يعني. هننزل عليه ب2 معلقة نشا او معلقة واحدة بس نشا، وحبة ملح صغيرين، ونقلبهم بالشكل ده لحد ما نخلي النشا تغلف كل حتة بصلاية كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كده احنا جهزنا البصل. نرتب بقى حاجتنا ونفضي البوتاجاز علشان خاطر ايه نعمل الكشري. حلة على النار وهنزل فيها بكمية زيت كويسة كده، محدش يقولي زيت كتير لان الزيت ده احنا هنشتغل منه، هنعمل منه الصلصة وهنعمل منه كل حاجة. ننزل بقى بالبصل على زيت كده بعد ما الزيت يسخن كويس زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بالكمية كلها لان الحلة كبيرة وانا حاطة كمية زيت كتيرة. نقلب بقى البصل كويس ونشوحه، نسيبه لحد ما ما ياخد لون. نقلبه كويس كده، نعدل بقى الحلة علشان خاطر نعرف ان احنا نقلب البصل كويس. اتمنى يا جماعة انكم تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. نقلب البصل كويس من الحروف كده علشان خاطر ما يتلسحش من الحروف وتبقى ايدينا فيه. ما نحاولش ان احنا نسيبه ونعمل حاجة علشان ما يتحرقش مننا. هنا كان البصل بدأ ياخد لون، وبعد كده بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله، الله اكبر، شكله تحفة وريحته حلوة قوي. نطلع بقى بالبصل ده نصفيه كده كويس ونحطه في طبق جانبي، ونطلعه كده نحطه في طبق، ونحاول ان احنا نروق الزيت علشان احنا هنستخدم الزيت ده هنعمل منه الكشري. حلة على النار يا جماعة، انزل فيها بقى بحبة زيت حلوين، ننزل بحبة زيت كمان ونشوح فيهم شوية يعني حوالي معلقة توم كبيرة كده. التوم ده انا مفرزاه عندي في الفريزر، بصراحة حلو قوي، بيريحني قوي قوي بجد يعني. ما بقعدش بقى افكر ان انا هقشر توم وادق توم، لا انا بعمله واجهزه واحطه في الفريزر عندي بيبقى جاهز، بيسهل عليا كل حاجة بصراحة. وحلة تانية نفس الحلة اللي عملنا فيها البصل، انا نزلت فيها بكوباية شعرية، بس انا حشت طبعا حبة زيت علشان اعمل فيها الدقة. نشوح التوم كويس، انا مش هحمر التوم هنا، بس اشم ريحة التوم كده شوية، احس ان هو خلاص هيبدأ ان هو يصفر. اجي انا بقى انزل عليه بنص كيلو طماطم عاملاه في الخلاط ومنعماه جامد. ننزل بالطماطم بالشكل ده ونغطي عليه. وهنا بقى احنا بنقلب الشعرية كويس، لازم نشوحها كويس. حاطه كوباية شعرية، وده الحمص انا مولعه علشان يتسلق، مولعه عليه من قبل ما ابدا اعمل حاجه. نقلب الشعرية كويس. الشعرية كده خدت لون كده تمام. كوباية الشعرية اللي انا حاطاها دي بقى هنزل عليها بكوبايتين من الرز المغسول والمتصفي، نغسله كويس قوي ونصفيه. ننزل بكوبايتين رز زي ما انتوا شايفين كده. نشوح بقى الرز مع الشعرية كويس.
لازم نشوح الرز والشعرية كويس علشان الرز هو ياخد في السوا حبة عن المكرونة وعن الاسباجيتي. طبعا الشعرية ما بتشربش مية خالص، بس الفكرة في الرز والمكرونة الاسباجيتي. انا بعمل الكشري يا جماعة في حلة واحدة، يعني مش بقعد اعمله في حلتين ولا في 3، لا هي حلة واحدة بعمل فيها الكشري، وبيبقى طعمه حلو جدا على فكرة، وما بيبقاش معجن ولا حاجة، وبيوفر عليا مواعين كتير بقى، ما اقعدش اوسخ بقى بدل الحلة 2 و3 و4، لا هي حلة واحدة وبيبقى تمام قوي. انا دي كوباية عدس احمر، انا كنت نقعاها في حبة مية سخنين من قبل برضو ما ابدأ ان انا هعمل كشري. بنزل بيها على الرز والشعرية بالشكل ده، نشوحها كويس قوي، وبعد كده ننزل بكوباية مكرونة، نشوح المكرونة برضو مع الرز والشعرية والعدس، نديهم تشويحة بسيطة كده، وننزل عليهم بالاسباجيتي. طبعا في ناس تانية ممكن ما تحبش ان هي تحط المكرونة والاسباجيتي مع الرز عادي جدا على فكرة. ممكن نحط حبة مية على النار وننزل بالمكرونة والاسباجيتي ونسلقهم، وبعد كده نصفيهم في مصفى، ونيجي نازلين عليهم بحبة زيت بعد ما نصفيهم. تفضل المكرونة موجودة معاكي لحد تاني يوم، مش معجنة ومنطورة وحلوة قوي. هنحط هنا حبة كمون حلوين، يعني قد معلقة كمون كبيرة كده، معلقة ونص، الكشري بيحب الكمون يا جماعة. وهنحط حبة ملح. نشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس، هنشوحهم حبة حلوين طبعا، لازم علشان ما يعجنش مننا بعد ما نحط له المية. طبعا لو انتوا عندكوا مرقة دجاج هنحط مكعب او 2، بيخلي طعمه تحفة، وبس انا مش عندي فعادي يعني جدا، هنستكفى بالكمون والملح، وطعمه بيبقى حلو بصراحة، برضو بيبقى حلو قوي. ممكن بقى في ناس تقول لا انا ما احبش اعمل بزيت وكده، فعادي ممكن تاخدي حبة زيت مع معلقة سمنة. هنا بقى الصلصة خلاص كانت قربت ان هي تستوي، نديها تقليبة كده ونغطي عليها. هنا الحمص كان خلاص ان هو قرب يستوي. معلش بقى انا نسيت احط للصلصة حبة خل، لازم نحط حبة خل للصلصة. وطاسة على النار ننزل فيها بحبة زيت من اللي احنا حمرنا فيه البصل بالشكل ده. نسيب بقى الطاسة على النار لحد ما الزيت يسخن، نخلي الزيت يسخن حبة، وبعد كده ننزل عليه بمعلقة صغيرة من الكمون مع معلقة صغيرة من الثوم. ننزل بالثوم الاول كده، نشوحه، نحاول ان احنا نفك الثوم شوية علشان نجمد، نقلبه بقى لحد ما اشم ريحته كده. طبعا برضو انا مش هشوح الثوم خالص، يعني مش هخليه يحمر ولا معلش يا جماعة انا اسفة، مش هخلي الثوم يحمر خالص زي ما انتوا شايفين كده. واجي نازلة عليه بحبة كمون حلوين، نديله تشويحة، نسيبه شوية كده، وننزل عليه بربع كوباية كمون وربع كوباية خل. نخليهم بقى يغلوا شوية، نسيبهم يغلوا حبة، وبعد كده هنقلب الصلصة اللي احنا عملناها دي، وناخد منها كبشة حلوة كده، وننزل بيها على الدقة. طبعا الحركة دي بتخلي الكشري يبقى تحفة، وبتخلي الدقة طعمها حلو قوي. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، شايفين شكلها حلو ازاي؟ ريحتها يا جماعة قلبت البيت كله، ريحتها ما شاء الله تحفة. اتمنى انكم تجربوه، وياريت تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس.
شايفين البصل يا جماعة ما شاء الله شكله حلو قوي. وهنا خلاص الكشري الحمص استوى، والصلصة خلاص انا خلاص هقفل عليها، بس هنزل بحبة فلفل اسود وحبة كمون ونقلبهم كويس، ونحط طبعا حبة ملح لان انا مش حاطة ملح. نقلبهم كويس. صلى على الرسول يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا ننزل بقى نغرف في الكشري بقى يا جماعة. شايفين شكل الرز؟ شايفين يا جماعة شكل الرز حلو ازاي؟ ما شاء الله بجد الرز مفلفل وشكله حلو قوي وريحته تحفة وطعمه حلو قوي. وننزل عليهم بحبة صلصة حلوين كده، زي ما تحبوا بقى تحطوا صلصة حطوا. وننزل عليهم بحبة من الحمص اللي احنا سلقناه. هو الافضل يا جماعة ان الحمص ده ان احنا لو انا مثلا ناوية اعمل كشري النهاردة، يبقى انا يا اما ابل الحمص من قبلها بفترة وبعد كده اولع عليه ويطيب، مش هياخد مني وقت كتير على النار. لكن انا ما كنتش يعني في دماغي ان انا هعمل كشري، فولحت عليه ان هو يطيب، فاخد معايا وقت جامد. وهنزل بقى بحبة بصل مكرمل كده حلو. شايفين شكل الطبق يا جماعة؟ شكله تحفة. اتمنى انكم تجربوا يا جماعة الكشري وتقولوا رأيكم، وان شاء الله يعجبكم. اشتركوا في القناة بعد اذنكم.